من أحسن الحاجات اللي ممكن تعمليها في رمضان أو في العيد أو حتى في الأيام العادية، حاجة تشرّفِك قدّام ضيوفِك، حاجة طعم وشكلها تحفة، قيمة، حاجة جميلة تهادي بيها حد بتحبيه. بُصّوا بقى شكله من تحت ما شاء الله، كوكيز حلواني العبد خطير. إن شاء الله تجرّبوه بنفس الطريقة، ونفسي تكتبوا لي في التعليقات طعمه إيه رأيكم فيه وفي طعمه. بُصّوا بقى، بُصّوا من جوّه عامل إزاي، عليه شوكولاتة من فوق. ما تقلقوش الشوكولاتة ما بتسيحش، هي يا دوبك بتطرى شوية وبتسيح سِنّة بسيطة وترجع تشد وتمسك لمّا يقعد في الهوا. من أكتر الوصفات اللي ممكن تتحكمي فيها، يعني عايزة تخلّيه ناشف سِنّة، هتقدري تخلّيه طري سِنّة حتى بعد ما يبرد برضه براحتك. بُصّوا شكله من جوّه بدون مبالغة والله العظيم يعني حاجة تشرّفِك جدًا قدّام ضيوفِك، يعني الكل هينبهر بيه. بجد الطريقة دي سهلة ومن أنجح وصفات الكوكيز وأسهلهم. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف عملناه ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبرضو من ضمن نواعم العيد هنعمل الكوكيز. طيب عندي 175 ملي من الزبدة. عندي كمان 160 جرام من السكر البودرة. الخفق طبعًا يعني خفقت السكر والزبدة سوا مع بعض، لحد ما يعمل معايا كريمة. طبعًا هنصبر عليه شوية ما نستعجلش، عايزين الكريمة تبقى ناعمة على قد ما نقدر، لإن ده هو اللي بيعمل الهشاشة عامةً في مخبوزات العيد كلها، فدي أهم خطوة إحنا بنعملها، فما نستعجلش ونخلّينا براحتنا، ما فيش حد بيجري ورانا. ونبتدي المرحلة دي بالراحة. طيب بعد كده حطيت بعد الزبدة والسكر ما اتخفقوا حطيت 70 مللي من الزيت، ضربتهم خلاص برضو بالمضرب. وبعدين نزلت ببيضة وفانيليا، بيضة واحدة بس وفانيليا. طيب معايا هنا بقى المكونات الجافة: 300 جرام من الدقيق، 30 جرام من الكاكاو، معايا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ما نكترش يا جماعة ما نكترش. طيب وحطيت كيس من اللي هو اللبن البودر، كيس لبن بودر ده مقداره 25 جرام. نزلت بيهم كلهم بالشكل ده كده على المكونات السائلة وخفقتهم بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا هنا لقيت الدنيا سايحة معايا، انا حطيت الدقيق طبعا مش كله، حطيت جزء وسبت حوالي 3 4 معالق. برضه هلاقيه سايح بعد ما وزنت وعملت. رُحت حطيت معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من الدقيق، خلاص عشان المقدار يضبط معايا. أنتِ بالنظر هتبقى العجينة طرية بس ملمومة، فاهمين قصدي؟ باقلّبه كده بإيدي لقيته سايح زي ما قُلت لكم. طبعًا أنا أمّا حطيت المعلقتين دول مش عارفة ما جوش معاكم ليه، بس أنا حطيت معلقتين من الدقيق لمّيت بيهم العجينة كده زي ما قُلت لكم طرية، وفي نفس الوقت ملمومة بالشكل ده اللي أنتم شايفينه. هادخّلها التلاجة بالشكل ده كده، تقعد ساعة بقى معايا في التلاجة لإن الجو حَر، عشان خاطر ما يفرش منّي ويبوظ في الفرن. غطّيته عشان ما ينشفش طبعًا، وهابتدي أدخّله التلاجة. وبعد الساعة إن شاء الله، ولو قعدتيه ساعتين ما يجرالوش حاجة، بعد الساعة هابتدي أشتغل فيه. أنا عندي هنا دي شوكولاتة سما، جبتها وكسّرتها كده زي ما أنتم شايفين. كسرتها بالسكينة، يعني كانت بدرجة حرارة المطبخ وكسرتها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. وجبت يعني بقيت اقطع من العجينة واكور كده واحط الشوكولاتة كده في قلب العجينة زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. هنعمل تاني. ممكن نكور العجينة الكورة في ايدينا ونقوم بايدينا كده وعاملينها بصبعنا كده وفردينها ونحط الشوكولاتة عليها زي ما انتم شايفين. الدنيا متوضحة قدامكم مش محتاجة حتى شرح. طيب هنعمل برضو بنفس الشكل وهندخله على درجة حرارة 170 درجة مئوية
هنخلّيه بتاع ربع ساعة في الفرن، وبعدين وبعد كده هنوطّي عليه النار شوية، لمدة مثلًا 10 دقايق أو 5 دقايق. نخلّي بالنا لإن طبعًا الكاكاو بيخدعنا وممكن إن هو يتحرق في أي لحظة، ومش هيقعد كتير في الفرن يعني هي بتقعد له بتاع تِلت ساعة أو نُص ساعة ل5 دقايق وهيطلع بالشكل ده، تسيبيه ما تجيش جنبه خالص لحد ما ينشف لوحده، وبعدين تحطيه في علبة محكمة الغلق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.